السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم متابعينا الكرام في فيديو جديد على قناتكم كرة تايم. في هذا الفيديو سوف نتعرف على ماذا قال جالاردو مدرب الاتحاد عقب خسارة الاتحاد ضد الهلال في دوري أبطال آسيا. وقبل أن نبدأ في التفاصيل ياريت نبدأ بالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، ولا تنسى دعمنا بلايك والاشتراك بالقناة ليصلكم كل جديد. تحدث مارسيلو جالاردو مدرب فريق الاتحاد عن خسارة فريقه اليوم الثلاثاء 5 مارس ضد الهلال في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات بطولة دوري أبطال آسيا. وفاز فريق الهلال ضد الاتحاد بهدفين مقابل لا شيء في المباراة التي جمعت بينهما منذ قليل ضمن منافسات ذهاب دور الربع النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا. وأكد جالاردو أن فريق الاتحاد فقد تركيزه اليوم في المباراة لمدة دقيقتين ضد الهلال، وهذا لا يجب أن يحدث في مثل هذه المباريات. وقال جالاردو في المؤتمر الصحفي عقب مباراة الهلال: تعاملت مع المباراة كأجزاء، ولعبنا بالشوط الأول متكافئين بالعناصر التي وقع عليها الاختيار. وتابع: كانت المباراة متساوية من كل النواحي الفنية، وكنا قريبين من التسجيل حتى بعد الطرد الذي تعرض له كانتي، والقصة لم تنتهي بعد. وأضاف: اليوم فقدنا تركيزنا في دقيقتين من المباراة، وأمام فريق مثل الهلال بالتأكيد ستعاني كثيرا إذا فقدت التركيز، لكن أعيد وأكرر، القصة لم تنتهي بعد. وعن حالة بنزيما وتطورات إصابته قال مدرب الاتحاد: لا نعلم شيء عن جاهزية بنزيما بعد وتجاوبه مع عمليات الشفاء، ولكن سننظر وننتظر عودته بالطبع. وواصل مارسيلو حديثه قائلا: كانت هناك روح المجموعة بالشوط الثاني رغم الطرد، وأتيحت لنا فرصة تسجيل هدف ولم نوفق فيها، ولو كان فريق آخر غير الاتحاد لفقد السيطرة بعد طرد لاعب مهم مثل كانتي. وزاد: نحن اليوم صعدنا درجة من حيث التنافس، وفي المباراتين لم يكن هناك فرق كبير بالمستوى بين الفريقين عدا في النتيجة فقط. وأتم جالاردو حديثه قائلا: لقد ذكرت اللاعبين في غرفة الملابس أن القصة لم تنتهي بعد، وبهذه الروح على أرضنا وبين جماهيرنا قادرين على قلب الصورة وخطف بطاقة التأهل. وللتذكير فقط، يلعب فريق الاتحاد ضد الهلال يوم الثلاثاء المقبل 12 من مارس ضمن منافسات إياب دور الربع النهائي من بطولة دوري آسيا. وهكذا نكون وصلنا لنهاية الفيديو. لا تنسى أن تضع رأيك في تصريحات المدرب. شكرا لحسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.